مساكم سعيد. رمضان كريم مجددا. صح فطوركم. طبعا لم يكن بإمكاني أن أبتعد عن المشاركة في النقاش الدائر اليوم، خاصة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. احترم المنتخب الوطني الجزائري واحترم الناس الموجودين في الاستوديو. وهذا الرجل مش فقط ينتقد المنتخب الوطني الجزائري، ينتقد حتى بلده الذي كوناته واصبح صحفي واصبح هادي الان من خارج الجزائر ينتقد هذا البلد العظيم. هذا أمر معمول به في العالم بأسر، لكن أعتقد وقد أكون مخطئ أيضا بأنه من واجبنا أيضا، أقول من واجبنا، رفض الاستجابة لنداء الوطن عندما يكون من أجل المشاركة في تهديم الوطن أو تحطيم مكسب من مكاسب هذا الوطن. وأنا أعتقد بأن منتخب الكرة هو واحد من المكاسب التي لا يمكن ولا يجب أن نحطمه. ويزيد الفرصة الثانية ينتقد المنتخب الوطني الجزائري وينتقد المحللين الموجودين حاليا في استديوهات التلفزيونات الجزائرية. وأكد بأنه يجب أن نفرق من وجهة نظري بين تحطيم النجاح وتحطيم التفوق والتألق، وبين السعي بكل الوسائل لإنجاح الفشل والرداء. هذه هي الوضعية التي نحن عليها اليوم: إنجاح الفشل والرداء وتحطيم كل القيم تقريبا والأسس التي يبنى عليها النجاح عموما، سواء في كرة القدم أو في مجالات أخرى. أنا نعطي له نصيحة تاع أخ. لو الآن نتكلم على الموضوع باحترام، ولكن في الفترة المقبلة لو يتكلم ما راحش نتكلم عليه بهذا الاحترام، ولكن بطريقة سيئة جدا. حضري لا 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 لا، يا له من سيناريو، يا له من سيناريو، يا له من سيناريو، يا له من سيناريو. أوه. أحد اللاعبين قال لي مؤخرا: صرنا عندما نلتحق بالمنتخب صرنا نشعر بأنهم يكرهوننا، هكذا قال. J'ai l'impression qu'ils nous détestent. وآخر قال لي: نشعر بأننا غرباء في المنتخب ولم تعد تجمعنا تلك اللحمة التي كانت تجمعنا لسنوات طويلة. وحتى خطاب المشرف على المنتخب الوطني هو خطاب فارغ فنيا وغير محفز. قال لي أيضا: تراجعنا كثيرا على كل المستويات في المنتخب في الأشهر القليلة الماضية، ولم تعد لدينا تلك الرغبة في المجيء للمنتخب مثل ما كنا زمان. أفضل التوقف عند هذا الحد حتى لا أقول أشياء أخرى. يعني أحسن الصمت وخلي الناس تشتغل وخلي المنتخب يتطور إن شاء الله في المستقبل بإذن الله. أعتقد بأن الجماعة تريد أن تنتهي من كل شيء جميل مع انتهاء العهدة الرابعة، وتريد أن تترك لنا بلدا منهارا في كل المجالات. وتيقنوا يقينا مع مرور الوقت بأن هذا المنتخب يسير نحو طريق مجهول حتى لا أقول شيء آخر. لذلك وفي اعتقادي يجوز رفض نداء الوطن في هذه الحالة من أجل مشاركتهم في عملية التهديم. هذه وجهة نظري.